تامر جدع قوي، ورغم ان تعليمه على قد حاله الا اني اتعلمت منه كتير جدا بصراحة. اهم حاجة اتعلمتها منه، ودي اللي مخلية صداقتنا مكملة لغاية النهاردة، هي الرضا. راجل عنده مشاكل الدنيا والدنيا دايما معنداه، وهو راضي. ساكن في شقة 38 متر، هو ومراته وخمس بنات، وبيتهم بيشع سعادة. صداقتي ليه عرفتني إن السعادة غير مرتبطة بالمال تماما. السعادة إحساس داخلي بيجي بالرضا باللي معاك. في كل مشكلة كنت أنا بواجهها كان هو أكتر حد جنبي بيصبرني، ويقول لي يا عم ما تقلقش هتعدي. وكان بيتكلم بكل يقين يعني وكل ثقة، يقول لي والله العظيم هتعدي زي اللي قبلها عدى. رغم الفروقات الثقافية والاجتماعية، إلا إن صداقتي كانت كل يوم بتامر بتزيد. والوضع تحول من جار عادي كان في أزمة وكنا بنقف جنبه علشان يحلها، إلى صديق لحد يومنا هذا. أخدنا شوية الطرح اللي الراجل ضحك علينا فيهم، وقعدنا نحاول فيهم يمين شمال، ننزل بيهم أسواق لحد ما ربنا كرمهم واتباعوا يعني. المهم قررت أدخل معاه شراكة، أجيب له شوية بضاعة يسترزق منهم، منها أنا أكسب، ومنها هو يلاقي مصدر دخل. الحاجة التانية، أنا كنت عاوز أزود ثقلي التجاري، إن الناس تشوف عندي بضاعة وحاجات داخلة وحاجات طالعة وكده. كنت بسافر الصين استورد وعندي بطاقة استيرادية، لكن الناس ما كانتش شايفة حاجة. اشترينا شوية جزم على شوية شباشب شعبي يعني. اتفقت مع تامر، قلت له بص يا ابن الناس، أنا شرطي الوحيد إنك تيجي كل يوم الصبح تاخد البضاعة من عندي، آخر اليوم تجيب لي برضو البضاعة عندي، يعني ما تبيتش بضاعة بره. قال لي ما فيش مشاكل. جبنا شوية البضاعة، وكان هو يجي كل يوم الصبح أو بعد الفجر كده ياخد البضاعة من عندي وينزل يلف بيها في الأسواق. آخر النهار يرجع يحاسبني، ياخد يوميته ويمشي. قعدنا على كده مثلا حوالي شهر، لغاية ما جالي وقال لي ده في واحد صاحبي ظروف سيئة جدا معاه والدنيا بايظة وبتاع، أشوف له أي حاجة معاه. قلت له يا عم أشوف له أي حاجة منين؟ يعني هيشتغل يا إما في الاستيراد معايا، يا إما هيدخل معانا في نفس التجارة اللي هي بتاعتك. فقال لي يا عم شوف له أي حاجة. قلت له يا ابن الناس، يعني الشغلانه نفسها بسيطه ما فيهاش اي حاجه، فمش هتستحمل ان يكون فيها ثلاث شركاء يعني. فقال لي يا عم والله الظروف منيله معايا وبتاع. فضل يزن، قلت له يا عم هاته ورزقنا كلنا على الله. وجه حسين. المهم جه حسين مع تامر، كانوا كل يوم الصبح يجوا هما الاتنين ياخدوا الشغل، ينزلوا بيه يروحوا يبيعوه في الاسواق. يوصلوا السوق كل واحد بيفرش في مكان. اخر النهار يروحوا يلموا البضاعة ويرجعوا تاني عندي. كنا بنأجر تروسيكل في اليوم ب50 جنيه. كل يوم يرجعوا تامر بايع وحسين مش بايع حاجة، يا اما بايع بيع خفيف خالص مش مغطي مصاريفه او مغطي اليومية بتاعته يعني. جه في يوم حسين قال لي يا عم انا الشباشب والجزم دي مش ماشية معايا خالص. طب يا عم انت ايه اللي يريحك؟ قال لي انا اللي يريحني انا بحب المواد الغذائيه، سكر شاي تونه زيت الحاجات اللي زي ده هي. طب يا عم احنا شغالين في الشغلانه ده هي، هنجيب شغلانه تاني ما نعرفهاش منين؟ قال والله انا ده اللي افهم فيه. انا والله في الفتره ده هي ما كانش معايا فلوس خالص، لان انا كنت اشتريت البضاعه اللي هي بتاعه تامر، كنت سديت فلوس عليا ديون وتوضيب المحل اللي كان، فما كانش معايا فلوس خالص. استلفت وقتها من اخويا اللي بيشتغل في السعوديه 2000 ريال، قلت له يا عم ان شاء الله ارجعهم لك ريال زي ما هم. اشترينا بضاعه لمين؟ اشترينا بضاعه لحسين.